السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله بخير، يسعد لي كل أوقاتكن يا رب. أهلا وسهلا باللي انضموا لقناة نوفي هوم عن جديد. يسعد لي كل أوقاتكن، أهلا وسهلا وشرفتوني. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بالسنة الجديدة يا رب. إن شاء الله تكون سنة خير إن شاء الله على الجميع يا رب، وتكونوا إن شاء الله بأحسن حال. وإن شاء الله يا رب تكونوا هيك هادين البال، وتكون هيك هاي السنة إن شاء الله حاملة معها الأخبار الحلوة إن شاء الله، والراحة والاستقرار، وكل شي بدكن إياه وكل شي بتتمنوا إن شاء الله يا رب يحقق لكم إياه إلهي. إن شاء الله يا رب. هيك أهلا وسهلا فيكم. إذا كنتوا جداد على هالقناة يا ريت تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. هلا رح نعمل الكيكة هي اللذيذة اللي شايفينها قدامكم. رح نعملها بمقادير جدا بسيطة وكمان كتير طيبة ولذيذة، ومثل ما لكم شايفين عاملة كيكة التفاح. خلينا نشوف المقادير مع بعض قبل ما نبلش الفيديو. اليوم خلينا نصلي على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مثل ما لكم شايفين أنا هون عندي تفاح. طبعا أنا بس احتجت تفاحتين، ما احتجت أكتر. وعندي كمان هون حبتين من البيض، وكاسة سكر، ونص كاسة زيت، وظرف فانيليا، وظرف بيكنج باودر. وكمان في عندي كاسة حليب بس عم بسخنها شوي بالميكروويف. وهون عندي كاستين طحين. كمان نفس الكاسة المعيارية اللي أنا حاطة فيها الزيت والسكر. هلأ رح نبلش نخلط المواد الجافة مع بعض. رح أحط ظرف الفانيليا أو ظرف البيكنج باودر عفوا. رح أحطهم فوق الطحين، وكمان رح أحط كاسة السكر. هلا رح أعمل المواد الجافة لحال والمواد السائلة لحال. هلا هيك خلطتهم مع بعض. كمان نسيت لكم حطيت لهم كمان رشة ملح كتير صغيرة. رح حركهم هيك كمان وحطهم على جنب. هلا كمان رح احط المواد السائلة. رح احط البيضتين، وكمان رح احط ظرف الفانيليا، ونص كاسة الزيت. ومثل ما قلت لكم الحليب حطيته بالميكروويف بس لا ادفيه شوي لانه كان بالفريزر، فرح دفيه شوي. وكمان هلا رح ضيفه فوق المواد السائلة هي يعني ما احتجنا غير بيضتين مثل ما لكم شايفين. هيك رح اخفقهم هيك شوي. ما بيحتاجوا مضرب كهربائي، بالايد بيمشي حالهم، بالمعلقة بيمشي حالهم، يعني مضرب اليدوي. هلا هيك مثل ما لكم شايفين دفيت شوي كاسة الحليب. كمان هلا راح ضيفها، وراح امزج الخليط منيح مشان نضيفه فوق الطحين. راح اكتب لكم انا هلا المقادير كلها بصندوق الوصف. هلا راح اضيف الخليط السائل فوق الطحين، وراح حركن هيك لحتى يتمازج عندي الخليط منيح. طبعا احنا هلا بهذا الوقت محمين الفرن على درجة حرارة، يعني حسب كل واحد حسب الفرن اللي عنده، درجة حرارة الفرن اللي عندك. انا حطيته على درجة حرارة 200 مثل ما لكم شايفين. رح اقشر التفاح هيك، او ما رح اقشره، رح خليه مثل ما هو هيك بقشره لحتى يضل محافظ على قوامه. رح اعملهم هيك جوانح رقيقة. عندي هذا القالب، كمان اي قالب بتحبوا تعملوا فيه بيمشي الحال. كمان دهنته بشوية زيت. وهلا راح صف التفاح بأي شكل انتي بتحبيه، او بأي شكل انتي بتشوفيه انه بيطلع معك الشكل حلو. اذا كان كمان تفاح احمر كمان بيعطي شكل كتير لذيذ وكمان طيب. كل واحد حسب الرغبة. فيكي تستبدلي كمان اذا ما كنتي بتحبي التفاح، او اولادك ما بيحبوا التفاحة، فيك تحطي اي عنصر تاني من الفواكه. وكمان هي الكيكة بتعلمك انه اذا كان عندك تفاح هيك دبلان واولادك ما بيحبوا ياكلوا التفاح بالطرق العادية، فيك تطعميهم يا بطريقة مختلفة. انا هيك شكلت
التفاح وعملته تقريبًا هيك بهاي الرسمة متل ما لكم شايفين، كل واحد حسب القالب اللي عنده، عطتني هذا الشكل. هلأ هيك راح أحطها بالفرن، أخدت معي تقريبًا شي 25 دقيقة، مو أكتر. هلأ هيك بعد ما طلعتها من الفرن راح أختبرها، راح شوفها إذا كانت مستوية من جوا، لقيتها مستوية وعلى التمام التمام. هلأ بهاي الطريقة هون أنا لازم يكون عندِك نوع من أنواع المربى، ويُفضّل إنه يكون مربى المشمش، بس أنا للأسف ما كان عندي، كان عندي قطر بس. يعني لازم هيك ندهن الوش لحتى كمان يعطينا هيك لمعة ويعطينا شكل كتير حلو، وكمان بيعطي لذاذة. يعني لو كان في عندِك مربى مشمش أو مربى الفريزي بيمشي الحال، بس ليش أنا يعني أنا اخترت المربى المشمش لإنه كمان ما بيغيّر لنا لون الكيكة. يعني شوف التفاح ضل أبيض ما اتغيّر، فإذا بدنا نحط أي نوع مربى تاني فراح يتغيّر لون الوش. ف كمان القطر طلع شكله كتير حلو، كمان أعطاني لمعة. متل ما الكل شايفين هيك راح أدهن الوش، وكمان راح أغطّيهم شوي هيك لحتى أحسن طلّع الكيكة من القالب. متل ما نكون شايفين هيك دهّنتها دغري وقت ما طلعت من الفرن دغري دهّنتها. سهلة جدًا وبسيطة وما بتاخد وقت، متل ما قُلت لكم إذا كان عندكم تفاح هيك دبلان بالفريزر فيكن تستخدموه بهاي الطريقة. هلأ هيك بعد ما تركته شوي وطلّعته من القالب، راح هيك حط بس هيك راح أحط له شوية زينة بس على الوش. ما راح أحاول إني ما أغيّر شكل التفاحة اللي أنا صفّيته، بدي إياه يكون شكله متل ما هو، لإنه هي عبارة عن كيكة تفاح، فإذا كتّرنا الزينة وبالغنا فيها راح تختفي ملامح الكيكة. متل ما انكم شايفين هيك صارت الكيكة عندي جاهزة.